هل تفتكر إن في دواء بيطفي التهاب القولون ويحافظ كمان عليه إنه ما يرجعش؟ ده مش كورتيزون لكن ليه تأثير قوي وفعال. في الفيديو ده هنعرف كل حاجة عن البنتازة، بتشتغل إزاي، إمتى هتفيدك وإمتى هتضرك. خليك معايا لأن اللي جاي مهم جدا. بص يا سيدي، جسمك لما يبقى عنده التهاب في القولون المناعة بتولع وتفرز مواد كيميائية زي البروستاجلاندينز والليكوترينز. المواد دي بتزود الألم والتورم والإسهال. هنا بيجي دور الميثالازين اللي في البنتازة، بيشتغل ويعمل 3 حاجات رئيسيين. أول حاجة بيكبح الالتهاب، يعني بيقف قدام الإنزيمات اللي بتعمل بروستاجلاندينز زي الكوكس والليوكوترينز من مسار اللوكس، يعني بيوقف إنتاج الوقود اللي مشعل الالتهاب. كمان مهدئ للمناعة، كمان بيقلل نشاط مواد تانية زي ال NF-κB، وده بروتين بيشغل جينات الالتهاب، فالمناعة تبطل تضرب في بطانة الأمعاء على الفاضي. ويعتبر كمان موضعي مش عام. البنتازا معمول إنه يسيب الدواء شوية بشوية من أول الأمعاء الدقيقة لحد القولون، يعني الدواء يفضل ماشي في الأمعاء ويطفي الالتهاب في أي مكان يلاقيه. والخلاصة إن البنتازا زي مطاف صغيرة ماشية في الأمعاء، تطفي أي التهاب في السكة وتمنع المناعة إنها تزود النار أكتر. طيب يا دكتور، إيه هي نوعية استعمال البنتازا؟ بص يا سيدي، البنتازا اللي فيها مادة الميثالازين بنستخدمها في علاج التهاب القولون التقرحي أو الألسيراتيف كولايتس، سواء لما يكون في فلير أو الهجمة نشطة عشان نحافظ على الهدوء بعد ما الحالة تهدى. يعني لما القولون يتعب ويولع البنتازا يطفي، ولما القولون يهدى البنتازا يحافظ عليه هادي. كمان بيوصف في مرض كرون أو كرونز ديزيز، خصوصا لو المرض في الأمعاء الغليظة أو الأمعاء الدقيقة القريبة. مش هو العلاج الأقوى للحالة دي، ولكن ينفع في الحالات الخفيفة أو المتوسطة. كمان بنوصفه للالتهاب المستقيم أو البروكتايتس. لو الالتهاب محصور في المستقيم بيتاخد على شكل تحاميل أو حقن شرجية ويوصل للدواء مباشر على المكان. طيب يا دكتور، إيه بقى الآثار الجانبية الشائعة للبنتازا؟ أو إيه هي أضراره؟ أول حاجة، ممكن يسبب وجع في البطن ومغص، عادي يحصل شوية تقلصات أو عدم راحة في البطن. كمان ممكن يسبب شوية إسهال أو لين في البطن لأنه ساعات بيتلخبط مع أعراض المرض نفسه. كمان غثيان أو قيء، تحس بترجيع أو رغبة إن أنت عايز ترجع. كمان صداع، ودي من أكتر الحاجات اللي بتتكرر مع ناس كتير. وبرضه طفح جلدي أو هرش خفيف، وده ممكن يظهر عند بعض المرضى كاستجابة تحسسية بسيطة. في بقى آثار جانبية نادرة ولكن مش مهم تتابعه، يعني مش شائع، زي مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد أو مشاكل في البنكرياس، وبرضه ممكن يحصل إلا في بعض خلايا الدم. عشان كده الأطباء بيطلبوا كل فترة تحاليل وظائف كلى وكبد. ومن هنا بقى خلينا نعرف إيه هي موانع الاستعمال الأساسية للبنتازا أو من الناس اللي ما ينفعش يستخدموه. أول حاجة، في حالة وجود حساسية، لو المريض عنده حساسية معروفة من مادة الميثالازين أو أي دواء من عيلته زي السلفاسلازين، أو حساسية من السلفا عموما، أو حتى مرضى أنيميا الفول. كمان لو في مشاكل الكلى الشديدة، لو في فشل كلوي أو وظائف الكلى ضعيفة جدا فممنوع. كمان ممنوع في حالات مشاكل الكبد الشديدة، حالات فشل أو قصور كبد شديد. كمان اضطرابات دم خطيرة زي نقص شديد في خلايا الدم، وقتها بيكون ممنوع. وفي بقى بعض الملاحظات والاحتياطات، ودي مش موانع مطلقة بس لازم الدكتور يتابع، زي الحمل والرضاعة يتاخد بحذر وتحت إشراف طبيب، ولكن ال FDA مصنفاه ككاتيجوري بي ويعتبر آمن نسبيا. كمان لازم متابعة لو في قرحة معدة أو قرحة 12. كمان لازم متابعة وظائف الكبد والكلى بانتظام طول فترة العلاج. طيب يا دكتور، إيه هي جرعة البنتازا عموما؟ جرعة البنتازا للكبار في حالات التهاب القولون التقرحي في الهجمة النشطة بالجرعة المعتادة ما بين 2 ل 4 جرام في اليوم، وبتتقسم على كذا مرة. أما بقى الجرعة في حالة المحافظة على الهدوء أو المينتيننس دوز فغالبا بتكون 2 جرام في اليوم متقسمة على مرتين أو 4 مرات. أما لو هيوصف لمرض كرون ففي الحالات الخفيفة والمتوسطة نفس الرينج تقريبا، حتى 4 جرام في اليوم، ولكن استخدامه في مرض كرون أقل شيوعا من القولون التقرحي. وبالنسبة للأشكال الموضعية زي التحاميل أو الحقن الشرجية، دي بتتاخد غالبا في التهاب المستقيم أو القولون النازل. والتحاميل بجرعة بتكون حوالي 1 جرام مرة واحدة في اليوم قبل النوم، والحقن الشرجية ممكن توصل لجرام ل 2 جرام مرة يوميا. أما بالنسبة لجرعات الأطفال فبتتحسب على حسب الوزن، وغالبا بتكون من 30 ل 50 مللي جرام لكل كيلو جرام في اليوم، بحد أقصى 2 ل 4 جرام يوميا زي الكبار. وخد بالك إن الجرعات دي كلها استرشادية، ممكن تزيد أو تقل على حسب كل حالة، والدواء ده بيتاخد تحت إشراف دكتور جهاز هضمي بس، واوعى تاخده من نفسك أو توصفه لحد. والبنتازا ليها بدائل محلية بنفس المواد الفعالة زي الأتموسالازين، المارسيليز، الميسالا، السالازين، والسالوفلاك.